عليكم. ان شاء الله نتمم الدرس بعد التقطيع. الان شوفوا معايا راه قطعت. فاش قطعت خليت هنا سنتيم ديال الخياطه وهنايا صافي. هذاك المثلثات اللي خرجوا ليا من هنا من هاد الجهه هما هادو كانوا هنا هما خرجوا ليا جوج. غنفصل فيهم الاكمام ديالي بهذه الطريقه. هاد 20 سنتيم اللي كنت احتفظت بها راه ديجا مطويه على العرض ديالها من هنا، مطويه على طولها من هنايا، وغنزيد نطويها على عرضها وغنفصل فيها الباندا ديالي بهذا الشكل هكا. هي راه مطويه جوج مرات، الطول راه بقات مطويه، زدت طويتها على العرض وغنرسم فيها الباندا ديالي. تعطيني يا اما 10 في العرض ولا 11. الطول راه تبارك الله عندكم الطول، ديروا اللي يعجبكم، يعني ابتداء من متر الفوق هكا على مطوي على جوج مرات، يعني 50 الفوق او 53 صافي. بهذه الطريقه يكون الدرع ديالي واجد. هنايا فين كانت عندي الطويه راه غير شقيته بالمقص ماشي قطعت، غير شقيته وفرقته مع الامام مع الوراء صافي. عطاني الدرع ديالي هذا الشكل، نتمنى يكون واضح. هذا هو الامام ديالي، الوراء ديالي هو هذا. الفرق بيناتهم هو داك الديل، كيكونوا بهذا الشكل. كنلصقوا لهم الاكمام من هاد القناة والباندا من الفوق صافي بكل سهوله. هذا هو الطرس ديالنا ديال عباية الراس او الدرع. كنشكركم للتتبع ديالكم، وان شاء الله الرحمن الرحيم يا ربي يكون وصلت الفكره هذه المره بطريقه اسهل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. من اختكم في الله عاشقه الخياطه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.